السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض عجينة القطايف بمقادير سهلة جدا متوفرة في كل بيت. مقاديرها بسيطة جدا جدا وطريقتها مفيش ابسط من كده. يلا بينا نسمي الله ونقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا ريت اللي اول مرة يدخل القناة ما ينساش يضغط اشتراك ولايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد. هنا بقى معايا كوباية ونص من الدقيق، وزيهم كوباية ونص من المية الدافية، انا مدفيها زي دمعة العين بالظبط. حطيت كده مكعب من الخميرة البيرة، ولو مش متوفر عندك خميرة بيرة استخدمي معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، عليها معلقة سكر، وندوب الحاجات دي كده مع بعض في المية. وحطيت رشة ملح بسيطة جدا على الدقيق وقلبته كويس جدا، ونزلت كده بالخميرة بتاعتنا والسكر والمية الدافية. دوبت طبعا السكر والخميرة في المية ونزلت بيهم على الدقيق وقلبت كده زي ما انتوا شايفين لحد ما القوام بتاعنا بقى بالطريقة دي. شايفين القوام اللي احنا عايزينه ده؟ طبعا لسه هيختمر يا جماعة، لازم القطايف نسيبها تختمر عندنا. انا هصفيها بمصفى، وممكن تضرب الخليط بتاعك دوت في الخلاط زي ما انت عايزة، يعني الطريقة السهلة ليكي اعمليها. شايفين بقى؟ مفيش اسهل من كده. يبقى كوباية ونص من الدقيق، زيهم كوباية ونص مية، عليهم معلقة صغيرة سكر، معلقة صغيرة خميرة فورية، عليهم رشة ملح بسيطة جدا. تمام. وهندفي المية زي دمع العين لان الجو كان ساقع. لو في الصيف مية عادية خالص من الحنفية. هسيبها بقى هنا لما تختمر. شايفين بقى الخطوة دي؟ بقى لازم ننزل كده كل الفقاقيع اللي جوه العجينة بتاعتنا، ونضيع كل الفقاقيع دي علشان لما نيجي نسويها تطلع العجينة بتاعتنا مظبوطة. شايفين بقى؟ هبطها خالص اهو. هروح بقى على البوتاجاز، عندي طاسة سخنة على البوتاجاز، سخنتها كويس جدا وخليت النار متوسطة يا جماعة، مش عالية قوي. تمام. النار بتاعتنا ما تكونش عالية قوي. وهنحط بقى كده مقدار زي ما احنا عايزين. شايفين؟ بتتعمل بمنتهى السهولة وبسرعة. طبعا الطاسة بتاعتي دي صغيرة فانا بحط واحدة بواحدة. شايفين بقى؟ ما شاء الله جميلة جدا، والتسوية بتاعتها حلوة مظبوطة. بصوا بقى هنا طبعا اللي بطلعها بغطيها بفوطة علشان تفضل طرية معايا وما تنشفش. انتي الطاسة بتاعتك لو كبيرة ممكن تحطي 3 4 5 مع بعض، هتنجزي كمان وتخلصي بسرعة. وممكن تضاعفي الكمية، تعملي 3 كوبايات براحتك خالص. هنا بقى عندي الحشوة. طبعا انا غطيت القطايف بتاعتي كلها بفوطة علشان تفضل طرية يا بنات. تمام. هنا بقى احشي اي مكسرات عندك بتحبيها احشيها. شايفين اول واحدة هنا انا مسكاها، طبعا كانت النار واطية قوي فطلع بيضة. شايفين؟ فانتي لو لقيتي نفس اللون ده تعلي النار بتاعتك شوية. بعملها كده زي ما انتوا شايفين بمنتهى السهولة وبقفلها. شايفين بقى بتقفل معايا ازاي؟ سهلة جدا جدا. ما شاء الله حلوة جدا يا بنات. شايفين بقى القطايف بتاعتي بتتقفل بمنتهى السهولة. عجينتها سهلة جدا وطريقتها سهلة جدا جدا. لو عندك طاسة من بتاعة الكريب هتوفر عليكي كمان وهتخلصي بسرعة. شايفين بقى بتتقفل بمنتهى السهولة، حاجة نظيفة ضمنها طعمها احلى طبعا من الجاهز. شايفين بقى؟ هنا طبعا حطيت كده زيت غزير وسخنته كويس جدا، وبعدين نزلت كده بالقطايف بتاعتي. يا ريت بقى اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش يضغط لايك يا بنات، وكمان يضغط اشتراك. شايفين؟ هنا لازم احمر بقى القطايف بتاعتي كويس جدا علشان تبقى مقرمشة وطعمها حلو معايا وما تطراش بعد كده. لازم تحمريها كويس. تمام. عايزه اقول لكم بقى ان احنا بنطلع القطايف سخنه على شربات بارد. الشربات بتاع القطايف، شربات القطايف كوبايتين من السكر، عليهم كوباية مية، عليهم عصرة نص ليمونة. برفعهم على نار متوسطة لمدة 10 دقايق 12 دقيقة بالكتير،
وبيكون العسل بتاع او الشربات بتاع القطايف جاهز. بنحط القطايف سخنة في الشربات والشربات يكون بارد. الشربات يا جماعة بتاع القطايف لازم يكون تقيل علشان القطايف بتاعتك ما تحسيش ان هي معجنة، لازم يكون تقيل. تمام. تحمري القطايف كويس وتنزلي بيها وهي سخنة في الشربات البارد، يعني تحضري الشربات بتاعك من قبلها بوقت كافي. وكمان ما تحطيش كل الشربات بتاعك على القطايف، خدي جزء بسيط منه وحطيه على القطايف او نزلي القطايف فيه علشان بعد كده ما يسكرش منك اللي يتفضل من الشربات.